تخيل انت انولدت في بلد أولادي ما شاء الله. مش عايزها رجعها تاني، دخلها جوه. الحضارة والعزة والكرامة والكرم والشهامة والنخوة والغيرة. سامع بالغيرة العراقية؟ لو نسيت الراجدي مال برنامج الصدمة اللي خلى الشعب العراقي يكتب الخاص ممنوع. المهم انولدت بالعراق، جيت للدنيا، منين يضربوك؟ حددوا اسمك وديانتك ومذهبك وايدك من تصلي تتشتف لو تسبل. اهو هم كتبها تتشتف يا خابرة. الو عبد الله، مو قلت لك تجتف مو تتشتف؟ لك بابا ترى ما خاطفين احنا، لا دا يصلي. اهو اوكي قصدك البطة؟ روح شيعي مصير لك شارع. نكمل. انت طفل ما تفتهم، فتسوي اي شي غلط تنكتل عليه. اتذكر من كنت صغير تشتري بايسكل واهلي ما قبلوا، فقمت ابكي وامي شبعتني طنكتل. ليش؟ لان جاي ابكي، وبعد هالكتل كله تريدني اسكت وما ابكي. ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. قول كبرت وطبيت اعدادية، وصلت سادس، وتعبت وقريت وسهرت وبكيت ورحت للامتحان ومشيت. قول طلعت معدل ما عجبهم، راح يقولوا لك يلا الحمد لله، بس شوف ابن خالتك احسن منك واعلى منك بالمعدل، وكل يوم يعايروك بالمعدل. بلاش يا فندم الكلام ده، بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. لحد ما تنقبل بالكلية وتداوم وتقول ايه واخيرا تحقق الحلم اللي انتظرت وتعبت عليه 12 سنة ودراسة. راح يقضيها تسخيت وونسة وطلعات وبنات. تكتشف دفعتك انه هي اكثر دفعة معقدة وكئيبة ومشاكل وناس تحكي على ناس. والاكثر من هذا يجيك دكتور يكرهك بالدراسة وبالحياة وبالكلية وبالحاتة اللي صار لك من المرحلة الأولى لحد الثالثة مقضيها بس نظرات، وبيوم الجمعة من تعطلت تفطن الصراحة ظل هيك مثل الكلب. أبو كرامة الوسخ هو يشسور مدري يستشور شعره السبت ويقضي الأسبوع كله ينام وقفة حتى ما تخرب التسريحة، وفوق الضيم كله السبح مالته من السبت للسبت كله على مود التسريحة. وبقول تخرجيت وتريد تكون نفسك وتفتح ابواب التعيينات كلها بوجهك. قصدي يوميا تنظر ببنش وترجع لورا لحد ما تفكر صح وتشوف الموضوع من ناحية فيزيائية وتمشي على قاعدة ونظرية داروين، والتي تنص على انه ما تتعين الا عندك واسطة زينة وشدة زينة. عمي لقيت لك خوش واسطة وداينتك شدة وتعينت ومشت امورك. من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها، بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفاء، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة. هنا راح تطمع وتبدي تفكر تكون عائلة وتكمل نص دينك اللي حيكفرك بدينك، فراح تحير بشغلتين: اما تتزوج بنية تحبها او تتزوج على اختيار امك، واذا اختاريت اللي تحبها تجرجرنا انا وامك في عز البرد الحر اللي احنا فيه ده علشان نخطب واحدة انت غلطت معاها، ما راح يقبلون بيك لسببين: اما طائفتك تختلف او حالتك المادية مو نفس مستواهم. واذا كانت حالتك المادية زينة هنا اهلك ما راح يقبلون بالبنية، لان البنية راح تطلع طمعانة بفلوسك وورتك، فانت حتقول شلي بدوخة الراس هاي، قول اتزوجت على حب الله واختيار امك، حتفتح باب جهنم عليك، تطي فلوس وتنقاط، حتطلع انت ما مهتم وحاير بنفسك وعايف بيتك. ايه اللي ما بقاش عاجبك فيا؟ الكرش ده شفوتي على طول. تخلي مصروف البيت بيدك، حتطلع انت واحد بخيل وحافي وتقضيها عليك. وين رايح وين جاي؟ منو هاي؟ هاك الشاي. تمام حافظ كده انا تمام يا حياتي. الدرس بتاع كل يوم والله العظيم يا عمر ما عندك ريحة الدم. تاخذ قلاص الشاي وتورد سيجاره والحكي الساعه بالوحده الظهر ودرجه الحراره 50. تريد هواء كهرباء ماكو، تريد تسبح ماي ماكو، تعبانين مولده 30 لمبير حيدر العبادي
ما اقول لك مجرش، ما اقدر اعتدي، هاي هي.